بقول لكم ايه يا بنات، ما تقوموا تجيبوا كوبايه عسل وبيضه وتعالوا بينا نعمل احلى حلو ممكن تشوفوه. سهل جدا وسريع، ويا دوب كوبايه عسل وبيضه واحده هنعمل عظمه. يلا بينا. بوله فاضيه، هننزل بقى بكوبايه العسل، هنكسر عليها البيضه وهنقلبهم كويس او بالمضرب. وبعد كده هنزل بنص معلقه فانيليا سايله، لو ما فيش فانيليا سايله حطي كيس فانيليا بودر، ونقلب كويس قوي. وبعد كده ننزل بنص كوبايه زبده سايحه، لو ما عندكيش زبده حطي سمنه، مفيش سمنه حطي زيت، مفيش اي مشكله، النتيجه واحده والطعم واحد. هنقلب بقى المكونات دي مع بعضها وهنركنها في جنب. بوله تانية فاضيه، وهننزل بقى ب3 كوبايات دقيق، كوبايه كوبايه كده بقى، وننخلهم كويس قوي. تاني كوبايه، دي تالت كوبايه، وده اخر نص. يبقى كده خدنا 3 كوبايات ونص دقيق نخلناهم. هننزل عليهم بقى بمعلقه صغيره بيكنج باودر وذره صغيره من الملح، وهنقلب الدقيق مع البيكنج باودر والملح كويس قوي. وبعد كده اجيب خليط العسل بقى وهنزل عليه شويه بشويه بالدقيق، مش هنزل بكميه الدقيق كلها. شايفين انا هاخد شويه كده بشويه واقلب، يا دوب الدقيق يختفي هنزل ابدا بشويه تانيين اهو. ننزل شويه بشويه، ناخد شويه ونقلب، ننزل بشويه دقيق تانيين ونقلب، يا دوب الدقيق يختفي ننزل بشويه كمان. هنا بقى كان الخليط تقل معايا على المضرب، فهقلب بالسباتولا كده شويه. انا هنا ما بعجنش، بقلب بس، يا دوب بقلب كده ان الدقيق بتاعي يختفى اهو. اخر شويه دقيق، هلم العجينه دي بقى بايدي اهو، يا دوب بقلب بس، بقلب ان انا اخلي الدقيق يختفي معايا خالص اهو. شايفين ما شاء الله، شايفين قوام العجينه اهو ما شاء الله زي الفل. هحط العجينه دي بقى في التلاجة 10 دقايق بس كده، تمسك معايا اكتر وترتاح وتبقى جميله قوي. شايفين ملمس العجينه عامل ازاي؟ هنا بقى معايا شوكليت شيبس اللي هنزين بيه الكوكيز الخطير بتاعنا. من عند اي عطار هتجيبي شوكليت شيبس، او ممكن لو مفيش شوكليت شيبس هتجيبي قالب شوكولاته خام وتقطعيه مكعبات صغيره خالص. هنا بقى كانت خلاص العجينه بتاعتي مسكت شويه كده في التلاجة وبقت جميله قوي زي ما انتم شايفين. هشكلها بقى، اجيب معلقه كده صغيره علشان الحجم كله يبقى واحد معايا. هجيب بقى المعلقه واخد كوره بكوره زي ما انتم شايفين كده، والفها على ايدي واحطها في الشوكليت شيبس وارصها في الصينيه اهو. خدنا الكوره كده بالمعلقه، كورناها على ايدينا، بططناها شويه صغيرين، حطيتها في الشوكليت شيبس، رصيتها في الصينيه اهو. هنكمل بقى الكميه بتاعنا كلها زي ما انتم شايفين كده، سهله خالص. تاخدي حته صغيره على ايدك تكوريها كده وتبططيها حاجات صغيره وتحطها في الشوكليت شيبس وتحطها في الصينيه بتاعتك اللي هتدخليها الفرن. هنا بقى الصينيه اللي انا عملتها دي دخلتها الفرن التلاجة كمان 10 دقايق، برضو ان الكوكيز بتاعي يمسك شويه كده ويبقى جميل قوي. ممكن تدخليها الفرن على طول، بس انا بحبه كده كمان يرتاح شويه في التلاجة بتاع 10 دقايق بس. تمام. هنا بقى هنكمل كمان بقيه الكميه في الصينيه الالومنيوم. ودلوقتي هقول لكم ايه الفرق ما بين التسويه في الصينيه الالومنيوم والتسويه في الصاجه بتاعه الفرن او اي صاجه تانية او اي صينيه تانية. طبعا في الصينيه الالومنيوم تحفه 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 عن الصاج. هنا بقى دخلنا الكوكيز بتاعنا على درجه حراره 180، يا دوب الكوكيز بياخد تسويه بس من 12 ل 15 دقيقه لو حجم الكوكيز بتاعك كبير، لو الحجم صغير بياخد تقريبا 12 دقيقه بس. وهنا بقى كان خلاص برد معايا، طلع من الفرن وبرد، وشايفين تسويته التحفه، تسويه جميله، اللون حلو قوي قوي من تحت ومن فوق، جميل جدا. يلا بينا بقى نرصه مع بعض في صينيه تقدير. تسويه الصاج الالومنيوم احسن كتير. شايفين كوبايه عسل وبيضه واحده و3 كوبايات دقيق عملوا معايا كميه رهيبه. الكوكيز ده بيتباع في المخابز غالي قوي ما شاء الله. احنا عملناه في البيت كميه حلوه قوي وجميله جدا. شايفين قلبه بقى من جوه عامل ازاي؟ شايفين ده كده كمان وما كانش برد قوي، شايفين بيتفقش ازاي، حاجه تحفه ما شاء الله. تاكليه بقى جنب شاي بلبن
كوباية نسكافيه، كوباية لبن، حاجة كده ما شاء الله تحفة التحفة. لايك وشير للفيديو بقى لو عجبكم، ولازم تجربوا الكوكيز في البيت وتقولولي ايه رأيكم، ولو طلع معاكم حلو وخطير كده زي ما انتم شايفين. دعوة حلوة من قلبكم، في رعاية الله، سلام عليكم.